لو جه خبر، لو انا فتحت الجورنال لقيت خبر في الايام المقبله مجدي الجلاد بصوره شخصيه بيؤيد جمال مبارك رئيسا للجمهوريه، هتنشره في الصفحه الاخيره في المصري اليوم تحت خبر غير صحيح ولا تحت رقم صحيح؟ خبر غير صحيح. لن تؤيد جمال مبارك؟ لا، انت بقى بتسالني سؤال دلوقتي مباشر، فما تقفلش قبل ما اجاوب عليه. طب اهو اتفضل. لن تؤيد. اتفضل خلاص، ده اخر حاجه. هو جاوب خبر واقفل. هو خبر غير صحيح. ايوه. لكن لو قلت لي تؤيد جمال مبارك في انتخابات الرئاسه او لا تؤيده، اجاوب عليك بقى وفقا لقناعاتي الشخصيه. ايوه، وانا انا مواطن. انا قلت مجدي الجلاد اللي هو المواطن. المواطن بعيدا عن رئيس يبقى تحرير المصري اليوم بقى ولا اي حاجه، لا اعبر عن المصري اليوم. انا فاهم، دي بس مواطن صاحب حكايه صوت. الخبر غير الصحيح او الصحيح دي عشان هو الصفحة خبر غير الأخيرة. صحيح، لكن انا بملك بطاقه زي دي صوت احطه في الصندوق. اقول لك ان انا ربما انتخب جمال مبارك رئيسا لمصر لانه ابن جيلي وشاب، وربما يعمل حاجات كويسه لمصر، لان انا مع الدم الجديد، وربما نختلف معاه ونتفق معاه بعد كده، بس الدم شاب، دم الجديد هيقدرنا على فكره العواجيز. لكن هنتخبه بعد رئيس بينه وبين الرئيس مبارك. فهمتني؟ بعد مرحله انتقاليه. بعد، مش مرحله انتقاليه. مش عايز تكون سابقه في مصر ان الابن جاء بعد الرئيس، لانها يقاس عليها بعد كده. اكيد. عايز رئيس بينهم الاثنين، ثم الرئيس يبقى، ثم جمال مبارك رشح نفسه كمواطن. انا شخصيا وبقول لك بعلنها لك اهو، انا بحبه واحترمه، وبيشتغل وعمل شغل كتير في الاقتصاد في مصر في الحزب الوطني. من انجازات السياسات في مصر لجنه السياسات الملف الاقتصادي انجزوا فيه. انا بقول لك انا ساعتها هنتخبه، بس بينه وبين الرئيس مبارك رئيس. وبيني وبينك كل حب ومحبه، وبشكرك. نسفت ريقي فاشرب شاي بقى. بشكرك شكرا جزيلا، جدا. نورتنا، وكان حوار ثري جدا استاذ مجدي الجلاد، وربنا يوفقك.